أهلا وسهلا بكم في الحلقة الخامسة من بودكاست ما تزعلش. في الحلقة الثالثة والرابعة اتكلمنا عن بداية الطرق اللي تخلينا نتعامل مع حياتنا بشكل أحسن. اتكلمنا عن الامتنان، اتكلمنا عن التقبل، اتكلمنا عن العطاء، اتكلمنا عن التفكير الإيجابي. النهاردة هنركز شوية على حاجات برانا، ازاي نتعامل مع الأشخاص السلبيين في حياتنا اللي بيسموهم التوكسيك بيبل. الحقيقة برضو من الأسباب اللي تخلي الإنسان عايش مش مبسوط هي الناس اللي حواليه. فعلى قد ما بنختار الناس اللي حوالينا وعلى قد ما بنمستر وبنعرف ازاي نتعامل معاهم، على قد ما ده بيمثل جزء كبير جدا من حياتنا بسعادة. المهم ان انت ما تخليش حد يسحبك لطاقة سلبية. حافظ على سلامك النفسي. الأيام صعبة قوي الفترة دي، والحقيقة الناس ممكن تزود صعوبتها لو انت مش عارف تتعامل معاهم. يعني كلنا في حياتنا قابلنا ناس بتشتكي طول الوقت، ناس محبطة، ناس بتنشر طاقة سلبية في أي مكان تروح. ممكن يكون شخص في العيلة أو زميلك في الشغل أو حد صاحبك. المشكلة لو استسلمت لطاقة الناس دي هتلاقي نفسك بتمتص نفس المشاعر السلبية، وده هيأثر على حالتك النفسية جدا النيجاتيف، هيأثر على إنتاجيتك، هيأثر حتى على طريقة تفكيرك. البودكاست ده عايزين نفكر مع بعض ازاي نحمي نفسنا من الأشخاص السلبيين، وهم أصلا بقوا كده ازاي، عشان نحافظ على طاقتنا الإيجابية. أولا تعالى نقول هو ليه بعض الناس أصلا دايما سلبية. نمرة واحد إن هم عندهم برمجة قديمة في مخهم بتخليهم كده. يعني الناس دي ممكن يكونوا اتربوا على الخوف، اتربوا على الشكوى وعلى التفكير السلبي، فبقى ده أسلوب حياتهم الطبيعي. رقم اتنين عدم الوعي. أحيانا نفس الأشخاص دي بتبقى ما عندهاش الوعي إن هم سلبيين قوي. يعني بعضهم مش مدركين إنهم سلبيين، هم بس متحودين يركزوا على المشاكل بدل الحلول. رقم ثلاثة أحيانا حب الدراما والانتباه. في شخصيات كده تركيبتها كده. في ناس بتحب تكون مركز الاهتمام عن طريق الشكوى المستمرة، دايما عنده مشاكل بيحكيها ودايما شايف ان ده اللي بيخليه سنتر اوف اتراكشن. نمرة أربعة ساعات بيبقى الأشخاص اللي حوالينا سلبيين بسبب غيرتهم وهم محبطين على المستوى الشخصي. يعني بعض الأشخاص السلبيين في حياتنا مش قادرين ينجحوا، فبيحاولوا يكسروا طموحك عشان يحسوا انهم مش لوحدهم. ودي مشكلة كبيرة جدا لو انت وقعت في الفخ ده، ان انت حواليك حد كاره نجاحك وبيحاول دايما يحبطك. طيب اتعامل معاهم ازاي؟ انواعهم ايه واتعامل معاهم ازاي؟ في عندك الشخص اللي بيشتكي طول الوقت، دايما عنده مشكلة وعمره ما يشوف لها اي حل. ده انت تسمعه لفترة قصيرة وبعد كده تقول له طب ايه الحل اللي ممكن نجربه. يعني اول ما يجي يحكي لك على مشكلة اسمعها بس ما تطولش قوي، ووجهه للحلول. لو فضل يشتكي بدون تفكير غير الموضوع خالص، ويفضل تقلل التعامل معاه. وفي الشخص الناقد المحبط، يعني كل ما تقول له على اي حاجة ينقدها ويحبطك جدا جدا. شايف كل حاجة في الحياة مستحيلة، كل ما تديله امل يقول لك الفكرة دي مستحيلة، كل ما تديله دايركشن يقفله لك كل حاجة غلط. ده ما تحاولش تقنعه لانه اصلا مش عايز يقتنع. ولو انت مضطر تتعامل معاه خليك واضح. لما يجي يحبطك قول له والله انا عارف ان في تحديات، بس انا بحب اجرب واشوف بنفسي، عشان تقفل عليه الباب من احباطك. في الشخص اللي قلنا الغيور، ده اللي مش عايز يشوف اي حد ناجح ولا اي حد سعيد، ودايما تعليقاته محبطة جدا. ده عايزك تفصل مشاعرك عنه وما تاخدش كلامه بشكل شخصي، ويفضل تحافظ على مسافة وما تحكيش له على خططك ولا طموحاتك. يعني ده مش الشخص اللي تحكي له على كل حاجة عايز تعملها، عشان ده هيأخرك كتير قوي. طب الشخص الدرامي نعمل معاه ايه؟ الدرامي ده اللي هو بيعمل من اي حاجة موضوع كبير، بيعمل من الحبة قبة زي ما بيقولوا. اي مشكلة بسيطة عنده بتتحول لكارثة عالمية. ده ما تدخلش في درامته وما تساعدوش على تضخيم الامور. يعني انت حاول دايما تهديه بواقعية. لما يقلبها لك دراما قول له طيب ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل، وهل ده فعلا نهاية العالم؟ ايه يعني لو حصل كذا او كذا او كذا. فانت ولا تضخم له ولا تساعده على تضخيم الامور ولا تسيبه يدخلك في درامته. انا احمي نفسي ازاي من الطاقة السلبية دي لو انا كده كده مضطر اتعامل مع الناس دي؟ رقم واحد احدد حدود واضحة. يعني مش لازم ترد على كل مكالمة ولا تقعد تسمع كل الشكاوي.
لان ده من حقك تحافظ على طاقتك، لان طاقتك هي في يومك، هو حياتك كلها، فانت من حقك تحافظ عليها. رقم 2، حاول ما تدخلش في جدالات ملهاش لازمة. اي جدال ابعد عنه. الناس السلبية مش هتقتنع بسهولة، فما تحرقش طاقتك في مناقشات مش مفيدة. كنت اعرف واحد الله يرحمه كان مشهور بكلمة انت صح. كل ما حد يقول له حاجة، لما يحس ان هذا الشخص مفيش امل في النقاش معاه، يقول له انت صح. ده كان راجل لذيذ الحقيقة، بس يعني انت صح دي جميلة جدا والواحد اتعلمها منه. فلما تلاقي اللي قدامك ده بيجادل عمال على بطال، اقفل الموضوع وقول له والله انت صح، عندك حق، لا فعلا كلامك مظبوط. رقم 3، ركز على نفسك. يعني اهتم بحياتك واهدافك، وما تديش اهمية لكلام المحبطين. يعني ما تخليش حاجة تكسرك. بمعنى اصح، انت عندك اهداف، كلنا في الحياة مش زي بعض، فما تسيبش حد هو اللي يوجه حياتك. يعني فانت ركز على نفسك واقفل عليها، وتديش مساحة كبيرة قوي للي يحبطك. 4، حاول تحيط نفسك بناس إيجابية. الطاقة يا جماعة معدية، فحاول دايما يكون حواليك ناس بتدعمك، ناس طموحة، ناس دمها خفيف. ودي صعبة في الزمن اللي احنا فيه، بس يعني لو قدامك حد أو 2 أو 3 حاوط نفسك بيهم، لأن دي حقيقة هتفرق كتير جدا جدا في مدى سعادتك وفي يومك وفي حياتك كلها. 5، طبعا ان انا من الحين للاخر اقفل تليفوني، افصل، استرخي، احاول شويه ابعد عن الناس. يعني اخد وقت من يومي او يوم في الاسبوع ما اتعاملش فيه مع ناس كتير قوي. يعني رقم 6، افتكر دايما ان المشكله عندهم هم مش عندك. يعني لما حد يهاجمك او يحاول يحبطك، غالبا المشكله فيه هو مش فيك، فما تاخدش كلامه بشكل شخصي. يبقى دي 6 حاجات ازاي تحمي نفسك من الطاقة السلبية. يبقى ملخص اللي احنا قلناه، مش كل الناس عندها القدرة على التفكير الإيجابي، ودي مش مشكلتك. الناس السلبية أنواع، وكل واحد ليه طريقته ازاي يتعامل معاه. حاول تحمي نفسك بقدر المستطاع من التأثير السلبي، ان انت تحط حدود وتبعد عن الجدل وتركز على نفسك. مش لازم تقنع كل الناس، ومش لازم تدخل في دراما مش بتاعتك. خليك دايما فاكر ان انت المتحكم في طاقتك، ما تخليش حد يسحبك معاه. انا بعمل ايه؟ الحقيقه بحاول احط حدود، بحاول ما انساقش في اي دراما، وبقسم الناس. في ناس مضطر من الناس السلبيه دي اتعامل معاهم، فدول بجاهد نفسي شويه وبحط حدودي وبحاول اقلب لهم الدراما الى حلول. طيب، وبقلل معاهم بالوقت شويه، بقلل الاحتكاك. طيب، والناس اللي مش مهم ان انا اعرفها في الحياه، مش قريبه، الحقيقه بقطع معاهم تماما، لان السلام النفسي في الفتره دي اهم من حاجات تانية كتير. ودي كانت اول نقطه النهارده في البودكاست، اللي هي الناس السلبيه وتاثيرهم علينا وازاي نتعامل معاهم صح. الجزء التاني اللي هنتكلم فيه النهارده، اللي هيساعدنا ان احنا نعيش اسعد، ان احنا ما نربطش سعادتنا باي شيء خارج عننا. لما تربط سعادتك بشيء معين هتعيش في دوامه الانتظار. اغلب الناس بتقول هكون مبسوط قوي لما اكسب فلوس اكتر، هرتاح لما اتجوز، هعيش مبسوط لما اوصل لهدفي. المشكله انك كل ما تحقق حاجه هتلاقي نفسك بتدور على اللي بعدها. دي حقيقه، يعني الحياه الناس ممكن نسال الناس اللي وصلت لكل حاجه، هل لقى السعاده كامله ولا كان دايما بيدور على حاجه بعدها؟ فكل ما توصل لحاجه هتلاقي نفسك بتدور على اللي بعدها، وكأن السعاده دايما في المستقبل مش في ايدك دلوقتي. الحقيقه السعاده مش في لما، السعاده في دلوقتي. ليه ربط سعادتك بشيء معين غلط؟ لانك بتأجل سعادتك طول الوقت. لو دايما مستني حاجة تحصل عشان تحس بالسعادة، يبقى انت بتضيع عمرك في الانتظار بدل ما تعيشه. رقم 2، لانك بتدي تحكم حياتك لحاجة خارجية. لما تقول انا مش هكون مبسوط غير لما انجح، يبقى انت سلمت مشاعرك للنتيجة دي. طب لو ما حصلتش، هتعيش تعيس؟ السعادة شعور، وشعور داخلي. طيب، فهي ما بتجيش من حاجة من بره. يعني لان السعادة الحقيقية بتيجي من جواك مش من بره. كل الحاجات اللي بتعتقد انها تسعدك، فلوس، شهرة، جواز، نجاح، ممكن تفرحك لفترة، لكن مش هتضمن لك الراحة الدائمة. الحل ايه؟ ان انت تربط سعادتك بحاجات ثابتة مش متغيرة. طيب، ازاي نلاقي السعادة دي جوانا؟ يعني ماشي اوكي، ما اربطهاش بحاجة خارجية. طب الاقيها ازاي؟ دور على السعادة في اللحظة اللي انت عايشها دلوقتي. مش لازم تستنى حاجات كبيرة تحصل عشان تفرح. دور على الحاجات البسيطة اللي بتسعدك في يومك. قعدة حلوة مع حد بتحبه، فنجان قهوة في هدوء، انجاز صغير عملته في شغل. دي حاجات كلها تخليك مبسوط النهارده. تمشية حلوة في الشمس. ولازم تفصل سعادتك عن الظروف الخارجية. يعني السعادة الحقيقية مش ان الدنيا تمشي زي ما انت عايز، السعادة انك تكون راضي
ومتزن حتى لو الظروف مش مثالية. دايما تشكر ربنا، دايما تفكر في اللي موجود، ما تفكرش في الناقص. دي طريقة مضمونة جدا عشان تخليك مبسوط من غير أي شروط. كون سعادتك من شغفك وأسلوب حياتك. يعني حاول تمارس هوايات بتحبها، ده هتديك سعادة كل يوم. حاول تقضي وقت ثابت مع ناس بتحبهم أو إيجابيين قعدتهم حلوة. اشتغل على تطوير نفسك مش بس على النجاح المادي، لأن المحفز في الحياة هو النمو. فأنت لما تحس إن أنت بتتطور أنت بتسعد وبتنمو. يعني الملخص بتاع الحتة دي، السعادة مش في المستقبل، السعادة دلوقتي. متربطش سعادتك بحاجة خارجية عشان ما تبقاش تحت رحمتها. اللحظات البسيطة هي اللي بتصنع السعادة الحقيقية. لما تلاقي السعادة في جواك عمرك ما هتعيش محتاج حد أو شيء يكملك. أنا كنت مبسوط قوي إن أنا معاكم النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتم بالحلقة الخامسة في البودكاست. أنا اسمي محمد علاء، كنت معاكم في حلقة ما تزعلش، وإن شاء الله أكون معاكم في الحلقات الجاية.